تاني مفاجأة ليا السنة دي إن طبعا أول حاجة رمضان صمناه مع بعض تقريبا، مصر والمغرب. وعيدنا في العيد الصغير مصر والمغرب مع بعض. وعيد الأضحى اللي كنت على مدار الثمان سنين بالذات، كنت من ساعة ما جيت كانت وقفة عرفات. دايما احنا كنا متعودين في مصر ان وقفة عرفات النهارده مثلا، بكره بيبقى اول ايام العيد. فطبعا في المغرب من ساعه ما جيت كان بتبقى وقفه عرفات، واليوم اللي بعد وقفه عرفات كان بيبقى يوم اجازه، وبعد كده اول يوم العيد. فكانت بالنسبه لي ما كانتش بتبقى مفهومه، بس بعد كده انا فهمتها. فانا دلوقتي حاليا بتكلم على موقف، مش على مين بيشوف الهلال وبيشوف مين بيظبطها احسن. انا عارف، عارف كل ده. ولكن يعني دي حاجة من الحاجات الجديدة بالنسبة لي، فرحان بيها يعني. المهم، كل سنة وانتم طيبين وعواشركم مبروكة، ويدخل عليكم بالصحة والراحة يا رب. ومحدش سولني جبت الحولي ولا لأ، عشان السؤال ده انا بتسأله يعني ما بقولكوش 15 مرة في الساعة. ف كل سنة وانتم طيبين، احلى ناس.